حدش اتعرف إلا كده، كل واحد لازم ياخد فرصته، فرصته الجيدة جدًا كمان. أنا باعتذر منكم إن أنا طوّلت عليكم في الموضوع، بس أنا والله نِفْسي أتفرّج على كورة محترمة في مصر، أتفرّج على system إدارة في مصر. إزاي بقى؟ أتفرّج على كورة إزاي؟ يكون عندي فريق أكاليم جايب لعيبة من القرى زي ما إحنا بنقول، تمام، ويطلع فيهم 2 لعيبة، 3 لعيبة ممتازين، وتبُص تلاقي للأسف، للأسف جدًا، جدًا يا شباب، والله للأسف، اللي بيحصل كالآتي: تبُص تلاقي اللعيب الحريف دايمًا بيلعب، واللعيب الشاطر اللي هو ممتاز في الكلام وممتاز في الحركة وما أعرفش إيه وأسلوبه محترم أو ليه أسلوب مع المدرب ما، قاعد على الدكة. طَب أنا هاطلّع اللي قاعد الجديد ده إزاي؟ إحنا هنطلّع اللي قاعد جديد لمّا نبدأ في الدوري، لمّا منتخب مصر يلعب، أبدأ آخُد اللي على الدكة، ما اللي منتخب مصر بيلعب بيروح حسين الشحات، بيروح تريزيجيه، بيروح محمد صلاح، بيروح ما أعرفش مين، بيروح ما أعرفش مين، عبد المنعم، ما أنا لازم حد يطلع مكان عبد المنعم، لازم حد يطلع مكان الشناوي، لازم حد يطلع مكان عواد، لازم حد يطلع مكان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زيزو، ومصطفى فتحي لازم حد يطلع مكانه، لازم، لازم يا جماعة لازم، مش هندلنا قاعدين كده، إحنا قاعدين محلك سر، إحنا قاعدين محلك سر. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنحاول نذيع مباراة الأهلي وفاركو. باعتذر منكم جميعًا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلًا لست أمرًا. أتمنى منكم المشاهدة، أتمنى منكم